اهم نصايح لو رحت وقفت على الميزان عشان توزن نفسك لو انت بتعمل حمية غذائية او رجيم. قواعد معينة هقولك عليها عشان ميزانك يبقى مظبوط. كم مرة بتعمل رجيم وكل اسبوع او كل 10 ايام او اسبوعين بتروح توزن تلاقي الميزان مش مظبوط، حتى لو انت حاسس انك خاسس ووزنك ناقص وفعلا باين عليك في الهدوم وشكلك انك وزنك ناقص، تروح تقف على الميزان تلاقي يا وزنك ثابت يا وزنك عالي. ممكن يكون الرجيم بتاعك ماشي تمام وماشي صح، والمشكلة هنا في الميزان مش في الرجيم اللي انت بتعمله او في الحمية الغذائية او النظام الغذائي اللي انت ماشي عليه. تعال اقولك في الفيديو ده ايه افضل الاوقات اللي توزن فيها، وايه القواعد اللي ملغية تماما انك ما توزنش فيها خالص، والاوقات الممنوعة انك تقف فيها على الميزان، عشان في الوقت ده الميزان هيبقى بايظ وانت هيجيلك شك بينك وبين نفسك ان الميزان بايظ، فانت ما بتعملش رجيم صح، فانت وزنك ما بينزلش. اهلا وسهلا بيكم في قناه معلومات صحتك. معاكم كابتن عمرو خالد، اخصائي تغذيه علاج سمنه والنحافه. لو اول مره تتفرج علينا فعل زر الجرس واشترك عشان يوصلك باشعار بكل حلقه بننزلها جديد. لو مهتم بالصحه والرجيم والدايت وكل حاجه تخص الجسم والصحه، ولايك وشير الفيديو عشان يوصل لكل الناس. لايك دعم ليا، ما تنساش لو انت اتفرجت واستفدت على الفيديو تعمل لايك عشان ينتشر لكل الناس. تعال نبدا حلقتنا. اول حاجه هنقول 3 حاجات ما ينفعش توزن فيهم. 3 حالات ما ينفعش توزن فيهم. اول حاله بالنسبه للسيدات، لو عندك الدوره الشهريه اوعي توزني في خلال الدوره الشهريه، يا اما قبل الدوره الشهريه يا اما بعد الدوره الشهريه، لان هتلاقي وزنك زايد فيهم. تاني حاجه، اوعي توزني مرة بهدوم تقيلة جدا ومرة تانية بهدوم خفيفة، ده يفرق معاكي. حاولي نفس الهدوم بنفس الظروف اللي رايحة توزني فيها او رايح توزن فيها هي تبقى نفس الظروف. تالت حاجة، اوعى توزن بعد الاكل او بعد شرب مية كتير. ايه هو افضل ميعاد اوزن فيه؟ افضل ميعاد توزن فيه الصبح، اول ما تصحى تخش الحمام، بعد الحمام تروح توزن قبل ما تاكل او تشرب اي حاجه، لان هو ده ادق ميزان هتقف عليه. نصايح مهمه لو انت طبقت كل اللي انا قلته عشان تاكد على الكلام ده، ما تغيرش الميزان. يعني لو انا متعود على مكان قريب من البيت او انا عندي الميزان في البيت، وده يكون افضل. ما عندكش ميزان بتشوف مكان قريب من عندك من البيت، مش كل مره تروح مكان عشان في فرق جرامات في كل ميزان ممكن ميبقاش مظبوط، فهتلاقي وزنك مش مظبوط. وطبعا الناس اللي بتخس عارفه يعني ايه نص كيلو او كيلو زياده او ناقص. يعني في ناس بتعمل رجيم بتقعد اسبوع كامل محافظه وحارمه نفسها عشان خاطر الكيلو ده. فبلاش نغير الميزان، نخلي ونثبت الميزان اللي بيوزن عليه كل مره. ودايما وانت طالع على الميزان تتاكد الميزان محطوط على ارض مستويه والميزان دقيق ومصفر قبل ما تطلع عليه. طبق الكلام ده، ولو كنت بتعمل الكلام ده غلط اكتب لي في التعليقات انت كنت بتوزن ازاي، وزنك كان مظبوط ولا لا. لما تقف على الميزان انت بتشك ان في حاجه غلط ولا وزنك مظبوط. ولو في فكره معينه الحلقه نتكلم عليها اكتبوا لي في التعليقات، بقرا التعليقات كلها. لو حد عنده اي مشكله يكتب لي برده في التعليقات نعمل فيديو عليها. واشوفكم الحلقه الجايه على خير. سلام.